السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعد. الجمعية الخيرية كافل اليتيم الوطنية تتميز بمشايخها ودكاترها، وعلى سبيل المثال لا الحصر الشيخ الدكتور عبد الله خلقة. مرحبا، اهلا وسهلا بك في جمعيتك كافل اليتيم. خلينا عن كلمة عن الجمعية بصفة عامة وعن الملتقى بصفة خاصة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. بدي ذي بدء كما قدمني المتألق دائما الصحفي عبد الودود نواس، قال الجمعية يعني تتسم بمشايخها ودكاترها، كذلك الجمعية تتسم بإعلامها، وعلى رأسهم الصحفي المتألق الذي أحبه في الله، هذا هو نواس عبد الودود، الله يرضى عليك. فنقول جمعيتنا جمعية كافل اليتيم الوطنية كما يعلم الجميع هي من الجمعيات الرائدة، أو أقول هي في الريادة في هذا القطاع الثالث، القطاع الجمعوي. جمعيتنا جمعية كافل اليتيم الوطنية جمعية تتكفل بالأيتام كما تعلمون، يعني منتشرة على مستوى 56 ولاية على المستوى الوطني. النشاطات ربما حضرتم الأشغال عملنا في هذا الملتقى الدولي الثالث، هو نتكلم عن القطاع الثالث بعد وآفاق. فالجمعية نشاطاتها معروفة على مستوى ربوع الوطن، ونسأل الله عز وجل أن تكون لها المواصلة والديمومة والسيرورة، وعلى رأسنا شيخنا أستاذنا أبو الأيتام رئيس الجمعية الحاج رابح العرباوي. فكل توفيق لجمعيتنا هذه إن شاء الله. كلام جميل جدا من أستاذ ودكتور وشيخ نعتز بمعرفته ونعتز بحضوره بالجمعية الخيرية كافل اليتيم. وفي الأخير ما عسانا إلا أن نقول دائما وأبدا أن الجمعية الخيرية كافل اليتيم الوطنية معا لرسم البسمة ومسح الدمع. في أمان الرحمن، سلام.